السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل عام وانتم بخير بمناسبة العيد الكبير ان شاء الله. كنت عايزة اقول لكم ان في اختلاف في التفكير، مش حكاية سن. ياما ناس سنها صغير بس عقلها كبير. جاتني بنوتة عندها 20 سنة ما شاء الله عليها، الله أكبر، ختمة القرآن وبتحفظ كمان بنات وصبيان، الأطفال الصغيرين يعني بتحفظهم برضو حفظ القرآن. فكانت عايزة عريس ملتزم، بس بتاخد رأيي في ان هي جالها عريس ملتزم ولكنه اكبر منها بكتير قوي، رغم ان هي رفضت عرسان شباب صغيرين. العريس الكبير ده قالت ان هو ناضج وتفكيره سليم ومحترم وانا موافق عليه، رغم ان بابا مش موافق. وكمان زوجة تانية، تخيلوا عندها 20 سنة وموافقة على انها تكون زوجة تانية، وبتشكر قد ايه في الشاب اللي هو جالها رغم انه معاه زوجته واولاده. في حال ان عندي بنوت انسة يعني عندها حوالي 52 سنة، ولما جبت لها عريس كان برضو زوجة تانية، هي وافقت واهلها وافقوا، ولكن بشرط يكتب لها نص البيت. قال لها طب انت تاخدي نص البيت وهي تاخد النص التاني وانا بات في الشارع؟ طبعا سابها ومشي وجوز واحدة تانية وعايش كويس. فيا ريت بلاش الطمع، يا ريت بلاش الطمع، فكروا صح. مش حكاية زوجة تانية او اولى، المهم ان يكون الشخص ده عنده دين وعنده ادب واخلاق ويحافظ عليك، مش حكاية زوجة تانية ولا تالتة. المهم البني ادم نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد.